مساء الخير، نورتوا وشرفتوا أمريكا. عرف نفسك بعد إذنك. العفو. زياد كريم من كاليفورنيا، من جروب الإلهامية الخاص بالأستاذ إلهام شاهين. نورتونا وشرفتونا. سؤال أستاذ إلهام وأستاذ يحيى، بعد ما أتحفتونا بمسلسل ليالي الحلمية ونصف ربيع الآخر مع أستاذ يحيى علم سنة 96، وفيلم حكاية $500,000 كان إخراج سعد عرفة بال 88. مذاكر، أمال أنا إلهامي أصيل. يعني هو طلب وسؤال، هل هنشوف حاجة تانية أو رابعة ممكن تجمع أستاذ إلهام وأستاذ يحيى؟ أنا أتمنى. وأنا كمان شايفي قوي إزاي. وأنا كمان يسعدني ويشرفني طبعا. إلهام طبعا يعني شهادتي فيها مجروحة، أنا بحبها شخصيا بقى، مش في التمثيل بحبها بجد يعني. فبالتالي ما أقدرش أقول عليها إيه، لكن الناس قالت الحقيقة، قالت وقالت بشدة يعني. هي موهوبة جدا وأعمالها بتتكلم عنها، يعني مش حد يقدر يوصفها يعني زي أعمالها. حاجة يبقى يا ريت طبعا، يا ريت، بس هو اللي بيجمعنا دايما نص كويس، النص وأدوار مناسبة ده بتجمعنا، دي حاجة للأسف ما بتبقاش بإيدنا دايما. يا ريت، وإحنا منتظرين إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأنا بتألق أكتر لما أبقى مع دكتور يحيى، لأن أنا بخاف منه، ممثل قوي جدا، فبعمل له ألف حساب فتلاقيني بجتهد بزيادة، فعشان كده بطلع كويسة لما بشتغل معاه. تعليق سريع، أنا شريف مليكة وبدعوكم لقراءة قارورة زرقاء. بدعوكم لقراءة قارورة زرقاء علشان فيها دور جميل جدا للأستاذ يحيى الفخراني والأستاذة إلهام شاهين. شكرا، كده يبقى المهرجان أسمر عن عمري. يا ريت يا ريت يا ريت. صدر من حوالي أسبوعين عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأنا اديت الأستاذ هاني نسخة، بس أنا ما عنديش النسخة دي. هنجيبها من مصر بقى إن شاء الله. خلاص، تشرفوني. مع حضراتكم الدكتور علاء الدين سليمان. أنا خريج طب عين شمس زي حضرتك، وشوفتك مرة واحدة في مصر في أثناء حفلة لمحمد منير وحضرتك حضرتها في أواخر الثمانينات. سؤالي السريع، أنا مهتم بالشأن الفني والسينمائي، ومؤخراً ابتديت يعني أندرج في هذا المجال كهاوي. السؤال مباشر، مصر حالياً فيها فقر شديد في الإنتاج السينمائي والمسرحي مقارنة بالستينات والخمسينات مثلاً. من وجهة نظر حضرتك في نقطتين محددين، إيه السبب وإيه الحل؟ لا، أنا شايف إن ما فيهاش فقر، ده بالعكس. يعني لما تشوف كمية الأفلام أو عدد الأفلام تلاقيه أكتر من زمان، بس اللي محسسك كده النوعية دي أزمة مش مصرية، دي أزمة عالمية. يعني حتى الفيلم الأمريكاني دلوقتي ما عادش قائم على الفكر أو على الموضوع. أنا أوقات ظلمت نفسي، قلت يمكن أنا عشان أنا من جيل سابق فدايما بيهمني الموضوع وفكرة الفيلم وكده، لكن الناس عايزة الحاجة السريعة والأكشن والقطعات السريعة. أنا متهيألي دي أزمة عالمية وبتبقى مع الجيل، لكن لا يصح إلا الصحيح، ده هيرجع تاني أكيد. وقت من الأوقات هتلاقي الناس محتاجة أكتر الفكر والدراما القوية، لكن احنا بنعوضه بالحقيقه بالتلفزيون. يعني لما ما بلاقيش فيلم فيه هذا الثقل يعني بروح للتلفزيون، لكن طبعا يا ريت يبقى في الفيلم ده. في حد اتفضل. مساء الخير، انا اسمي ماجد مليكة. ليا سؤال للاستاذ المايك بس بعد إذنك. ليا سؤال للاستاذ يحيى الفخراني. حضرتك عملت افلام كتيرة وعملت دراما كتيرة تلفزيونية، أكتر حاجة بتلاقي نفسك فيها والسبب؟ والحقيقه انا عمري ما دورت على ايه اللي الاقي نفسي فيه، بالعكس
اوقات بيبقى في مؤلفين كويسين فعلا ونفسي اشتغل معاهم، بس يجيب لي حاجه انا عملتها قبل كده فيها ملمح، ده ما بيبقاش تشالنج، ما بيبقاش ممتع بالنسبه لي يعني. لكن الممتع فعلا ان الاقي حاجه فيها جديد اقدر اقدمه فيه ويبقى صعب عليا وافكر فيه واقدر اعيشه عشان اطلع دور جديد حلو يبقى. طبعا الدنيا اختلفت حتى، لكن هو دلوقتي السينما برضه بعافيه شويه يعني قليل لما نلاقي فيلم حتى كويس. يعني لكن حضرتك تفضل انك انت مجال السينما ولا مجال الدراما التلفزيونيه؟ تفضل؟ لا هو لا هو السينما، هو الممثل الحمد لله ان انا بعمل دوله ومسرح، لكن كل حاجه لها الميديا بتاعها بتفرض عليها اللي يتعرض عليه. لكن هو ميزه التلفزيون اللي بيجمع بين الاثنين، عشان كده حتى يعني اخر 4 مسلسلات ليا كانوا معاشاتي مش عشان ابني، لكن هو عنده حاجه لقيتها في 2 مخرجين الحقيقه، يعني كان محمد خان قبل كده وشادي دول اللي اشتغلت معاهم، اللي هو ما بينساش الدراما وبيستعمل تقنيه عاليه برضه، يعني بيستعمل الكاميرا الواحده بالقطعات السينمائيه، لان انا ممكن يبقى عاجبني الموضوع جدا، لكن لو عملته يعني في مثلا مخرجين يعني ما بقوش بيشتغلوا بالطريقه السينمائيه اللي موجوده دلوقتي. انا فكرت وجاب يجيب لي الموضوع كويس قوي، بس ابقى مستخسر هذا المخرج العظيم لكن ما عندوش الحرفيه بتاعت السينما دي. فبالتالي انا لو اشتغلت العمل ده ممكن يبقى موضوع كويس، بس هيبقى بره الزمن. الناس خدت على ايقاع السينما، كادرات السينما خلاص اتنقلت للتلفزيون. لما تعمل حاجه ما فيهاش ده وده في امثال كتير، انا لا داعي لذكر الاسماء، للاسف في مخرجين كبار بيقعوا في الحكايه دي فبيبقوا بره الزمن. شكرا. في سؤالين كانوا في الورق قبل ما يسحبوه طبعا، بخصوص دور حضرتك في فيلم اعدام ميت ابو جوده. ازاي عرفت تفصل مشاعرك الوطنيه القويه ومحبتك الشديده لمصر في تجسيد دور اقنعنا انك انت ابو جوده في هذا الفيلم؟ فالناس بتسال. ما هو انت لازم تنسى نفسك وانت بتشتغل الشخصيه خالص يعني. لكن هقول لكم حاجه مثلا يعني هي السر، لكن اثناء ما كنت يعني ابو جوده اتعرض على ممثلين على فكره قبلي ورفضوه. ممثلين كويسين وانا بحترمهم وبحبهم، رفضوه عشان ما يمثلش ضابط مخابرات يهودي، بينما انا تمسكت بيه جدا لدرجه ان انا طلبت ان لقيت في السيناريو لما بيتهزم ابو جوده كان محطوط على استحياء كده انه بينتحر يعني، فبيراجع من قبل الجهات المسؤوله المخابرات يعني، فقالوا له يعني حكايه الانتحار دي وكده، فانا اصريت على انه ينتحر. وكلمنا اياميها، انا ما اعرفش مين رئيس المخابرات اياميها، لقيته بيكلمني بيقول لي انت ازاي يعني مصر على الموقف؟ قلت له بالمنطق كده، اولا ده يهودي وقناعته القوميه ليها فيها الدين كمان مش بس، فلازم يبقى قوي جدا بالنسبه له الحكايه دي. تاني حاجه انك انت لما تهزم العدو لما يبقى قوي ده شرف، لكن عدو ضعيف تهزمه مش، فلازم يبقى شخصيه قويه ابن بلد قوي زي ابو جوده. وانا قعدت مع الناس يعني هقول لك حاجه بسيطه جدا، يوم ما كنت بحضر لما جالي السيناريو فحضرت لابو جوده ده بقى ضابط مخابرات اسرائيل، قناعتي انا انه يبقى بدله شيك قوي وخطاط اخر موضه
وخدت الحاجات دي وسافرت للتصوير اول يوم في شرم الشيخ. فاول تصوير كان في مكان اللي كان فيه فعلا المخابرات الاسرائيليه موجوده، في مش عارف ايه، معامل البيئه هناك، مش معامل حاجه كده زي بتاعت البيئه كان مدرسه. اظن كده. فقابلت بقى ناس اشتغلوا من العرب البدو، اشتغلوا مع بوجودة، فسالتهم وكان قالوا لي ده كان لطيف جدا وكان بيحبنا حب، وحكوا لي ان واحد منهم ابنه جاله الزايده طفل، فراح خدوا الطياره على تل ابيب عشان يتعمل عمليه ورجع تاني، عشان لازم يكسب دول ويبقى من البلد زيهم ويكسبهم، مستعبد ولازم اللي حصل بقى ايه؟ ان انا سالت طب هم كانوا بيلبسوا ايه؟ قالوا لي هو قميص نص كم ابيض عمره ما بيتغير، ويا اما شورت اغلب الوقت يا اما بنطلون جينز، ولا بدل ولا بدل. طبعا رميت الكلام ده وجبت الشورت والبنطلون جينز. فالواحد لازم يسال ويعرف الناس دي بتتعامل ازاي كده يعني. لكن انت لازم تعمل الشخصيه بصرف النظر عن الباقي كمان في الموضوع. ان انا اضطريت اضرب محمود الله يرحمه حبيبي اقلام، طبعا كنت بهوشها في زاويه، لما جيت قلبت الزاويه فالاستاذ علي عبد الخالق قال لي ما ينفعش لازم يبقى بجد. فضربته جزا بغل بقى شديد جدا واستحمل ده وده، وبعدين خلصنا قال ستوب بقى عيط. ايوه يعني صعبت عليه نفسه. اكل العيش مر. في سؤال برضو من ضمن الاسئله دكتور يحيى، حضرتك اتعاملت مع كبار كتاب الدراما، بيسالوا ايه الفرق ما بين تعاملك مع اسامه انور عكاشه الله يرحمه والكاتب محمد جلال عبد القوي وعبد الرحيم كمال مؤخرا؟ والله هم دول اساس الحكايه. في البدء كانت الكلمه زي ما بيقولوا، من غير نص كويس ولا مخرج عظيم يعمل حاجه ولا ممثل عظيم يقدر يعمل حاجه. لازم الورق يبقى كويس، بعد كده بقى يضيف لي يدمره. يعني هو لو الورق كويس ده وهي فيه المخرج اي كلام هيضيعه، او ممثل مش فاهم ده يضيع برضه. لكن من غير دول، من غير الكلمه ما ينفعش يعمل حاجه. فطبعا انا حظي حلو ان في الاول كان اسامه انور عكاشه رحمه الله عليه كان صديق عزيز، واحنا تقريبا طلعنا مع بعض. يعني هو اختارني فعمل كده وما كانش لسه معروف خالص، وكان مسلسل اسمه كان بطولة الأستاذ عبد الله غيث، عابر سبيل، من أحلى ما كتب أسامة أنور. وعملنا المسلسل ده وصارت كان كل سنة أو قبل ما يشتغل يقول لي عايز تعمل إيه حتى، يعني مش يكتب وبس، يقول لي تعمل. لدرجة إن أنا فاكر مرة كتب له حاجة حلوة جدا، بس أنا كنت اتخنقت إن مش عايز أعمل دراما يعني، قلت له عايز أعمل حاجة كوميدي يعني وكده، فراح كاتب اللي هو ترويج النمرة بس بالمشقلب. خلى الراجل اللي هو كان اسمه إيه؟ كان لا عشان كان أنا ونسرين. ايوه عامل لا ترويج النمره على هو ترويج النمره بس مش فاكر. ترويج النمره بالاخراج فخر الدين صلاح. لا فخر الدين صلاح. ايوه بالظبط. ايوه برافو عليك. هم بعتوا الاسئله مش عايزين يقولوا وقت. انا لسه بقى لا في حد عايز يتكلم. ايه رفع؟ اتفضلي.
هاي everyone. أنا اسمي سندي مكرم، وأنا يعني من عشاق الفن بكل أشكاله وأنواعه ومجالاته. فأنا عندي سؤالين، بس قبل ما أسألهم أنا فعلا برحب بيكم وبشكركم إنكم مدين اهتمام للمهرجان في دورته الأولى والثانية. فنانة كبيرة. thank you so much. ولكن أنا كشابة حابة أسأل دكتور يحيى، ليه المهرجان ده؟ ايه اللي بيميز المهرجان ده عن غيره؟ وايه اللي تحب تشوفه في دوراته اللي جايه ان شاء الله؟ هو زي ما قلت حتى في الافتتاح ان اهم حاجه في المهرجان ده انه مش محترفين، الجاليه المصريه هي اللي عامله، فطالع من القلب باحساس فطري بسيط، ما هوش لكزوريوس ولا بتاع ولا فيه المنظره قد ما هو فيه الاحساس الصادق، ودي اهم حاجه في الموضوع على فكره. لان ممكن يبقى المهرجانات ممكن تبقى براقه جدا لكن فاضيه من جواها، لكن هنا مجرد لقائي معاكم كده ده اعلى حاجه. وانا عايز اقول برضه بس انتوا مش انبسطتوا؟ يعني النهارده شفتوا الافلام اللي يعني انتوا لما شفتوا النهارده الافلام القصيره من مصر او من العالم العربي، مش حسيتوا ان ده بيربطكم اكتر بمصر؟ يعني حته الانتماء لبلدنا وبتشوف بقى حياتها. ما هو السينما هي الواقع، بنقول مرآة للواقع، فانتوا بتشوفوا حياه مصر. يعني لو بعدتوا وما بقيتوش حتى تسمعوا الاخبار او تعرفوا ايه اللي بيحصل من خلال السينما او من خلال الدراما، انت هتقدري تبقي عايشه مع مصر لحظه بلحظه. وبعدين احنا عايزين نربطكم ببلادكم، وعايزين الاجيال الجديده ما تنساش اللغه العربيه. اتفضل. مساء الخير. سؤالي موجه لدكتور يحيى ومدام إلهام. طبعا أنا اسمي أندرو من اللجنة التنظيمية للمهرجان، وتشرفنا بيكم طبعا عندنا هنا ونورتونا. سؤالي لحضراتكم، يعني عشان انتوا كنتوا من جيل العظماء في الدراما، واحنا جيلنا كان بيشهد الفترة اللي هي فيها الدراما التلفزيونية، اللي هي مسلسل الساعة 7 في رمضان بيبقى مسلسل أو 2 بنلتف كلنا حواليه، وحتى بعد نهاية الحلقة الأولى أو الثانية والثالثة بنحاول نناقش مع بعض بعد المسلسل، بيبقى حتى على القهاوي بعد كده في مسلسلات زي مسلسل حضراتكم نصف ربيع الآخر، الشوارع كانت بتفضى بس عشان نشوف بس الحلقة الأخيرة واللي قبل الأخيرة. إيه الفرق بين الدراما في الوقت ده والدراما حالياً؟ ودلوقتي طبعاً في تعدد وفي مسلسلات كتير وغزارة في الإنتاج، وخصوصاً في الفترة بتاعت طبعاً شهر رمضان الكريم. وهل ده فعلاً بيدي يعني حاجة إيجابية للدراما ولا ده بيضعفها زي ما كان قبل كده؟ شكرا. وأنا شايف الحاجة اللي تضعف بس إن الدراما تقف أو الناس ما تبقاش مقبلة، لكن دايماً لما بيبقى فيه رواج هتلاقي الغث كتير جداً والكويس قليل بس موجود. ودايماً طبيعة الأشياء مش ممكن يبقى الكويس نسبته اكبر في اي حاجه، في اي منتج، مش بس فني. لكن فعلا الزمن بيختلف ده يعني زمان لما حضرتك كنت بتشوف القناه الاولى والثانيه بس وبتحدد، ده له ميزه وله عيب برضه غير الفرايتي اللي بيبقى موجود وانت اخترت براحتك. لكن في اعمال كويسه بتتعمل. يعني أنا متفائل مش متشائم. يعني يا ريت إنكم تعملوا اشتراك، وهو اشتراك بيبقى بسيط قوي، حاجة صغيرة في الشهر، مش عارف $10 باين، تبقوا مشتركين في شاهد وفي واتشت. ده بقى أنت بقى مش هتفوتك ميعاد المسلسل فما تشوفوش أو حد يحكي لك الحلقة، لا أنت هتروح ساعات تشوف المسلسل كله في قعدة. عندك النهاردة أجازة فأنا هشوف الحلقات كلها ورا بعض.
وفي ناس كتير يعني انا في المسلسل بتاع رمضان اللي انا عملته انا سمعتها من ناس كتيره جدا، كان اسمه بطلوع الروح، قالوا احنا ما شفناهوش في وقته، لكن ان استنينا لما الحلقات كلها اتجمعت و15 حلقه وقعدوا عليها قعده، لان 15 حلقه 7 ساعات، فتقعدهم على بعض وكانه فيلم طويل شويه، بدل ما تقعد تشوف بالاعلانات وبعدين الميعاد بتاع المسلسل ممكن يبقى عندك شغل تبقى مش فاضي فتفوتك الحلقه فما تعرفش تكمل اللي بعدها لان فاتك احداث. فاعتقد ان التكنولوجيا الحديثه والمنصات الجديده اللي اتعملت ده لصالح الجمهور، والناس بقت تقدر تشوف، وفي فرايتي بقى كتير تختار النجم اللي انت بتحبه، الموضوع اللي انت سمعت عنه ان الموضوع ده يعجبك او يهمك. انا بشوف الوضع طبعا دلوقتي احسن كتير، بتدوس على زرار بيجي لك كل حاجه وانت قاعد في الميعاد اللي يعجبك. عندك النهارده عايز تسهر تقعد على التلفزيون، او عندك اجازه يوم او 2 عايز تقعد تتفرج، فدلوقتي الدنيا بقت اسهل بكتير. في سؤال للدكتور يحيى الفخراني عن دور حضرتك في فيلم مبروك وبلبل. بيسألوا ايه تجربتك في الفيلم، او حضرتك عملت الدور ده بالشكل الابداعي ده ازاي؟ هو انا طبيب طبعا فعارف، وبعدين تخصصي حتى يعني انا عملت ماجستير نفسيه وعصبيه بس ما كملتوش، يعني بعد ما قدمته كده عملت الجزء الاول الاكاديمي بس وسبت الامتحان بعد البكالوريوس. كان عندي فكره كويسه قوي، يعني المرحله دي انهي مرحله في التخلف او يعني mental deterioration، يعني اللي هو المورو هو ده اللي يقدر يتكلم ويتكلم بقدر بسيط من التخلف، يعني ما يبقاش قد عقله مش قد سنه، ده اللي يقدر يعمل الدور يعني. فده اللي انا يعني ركزت عليه في الشخصيه. والحقيقه كان في واحد ابن الست اللي بتشتغل عندنا عنده المرض ده بالظبط، فبقيت شايف بيتكلم ازاي بقى، وربنا وفقني بقى ان انا حاولت يعني ان انا اوصل بيه انه يبقى كده يعني. وطبعا كان دي اول تجربه لساندرا نشأت فعملته كويس قوي، وعملت كده الوان شوت ده ساعد جدا في ان التمثيل يبقى متدفق زي المسرح كده. واجتهدت فيه جدا. مخرجه شاطره قوي. هي اللي كانت عامله فيلم اللي شفناه دلوقتي اللي هو اخويا، وواضح انها مهتمه كمان بالحالات اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، لان برضه فيلم اخويا بيناقش. ايوه مبروك وبلبل انتاج انا اظن. مش كده؟ انا شكلي هو كان هيتعمل في التلفزيون، يعني هم طلبوا مني اياميها عايزين فيلم ايام ممدوح الليثي مكان هو مسك بتاع مش الانتاج، كان السينما بتاع الافلام فقدمته ودعمني اياميها. كان في فكره، كان صفوت الشريف الوزير اياميها عايز يعمل انتاج، كان في شويه برضو في يعني محلات كده في الانتاج السينمائي، فكان عايز يغذي السينما من بافلام تتعمل انتاج الدوله ويتعرض في السينمات. كلمني من الاول خالص وقلت له طب انا عندي ده، وقال لي يلا بقى. ايوه التلفزيون ايوه بالظبط. فيلم أيوب إخراج المخرج القدير الجميل هاني لاشين، بطولة الفنان عمر الشريف، وكان في نخبة من النجوم في هذا التوقيت، مديحة يسري، فؤاد المهندس، ومصطفى فهمي وآخرون. أنا عايز أسأل الأستاذ هاني لاشين، ممكن أسأل أنا كمان؟ لا، تعاملك مع الله يرحمه عمر الشريف، أولا أنت كنت تعرفه من قبل كده ولا لا؟ وتعاملك معاه ازاي وهو نجم عالمي كبير جدا. انا طبعا شفته شخصيا بس بعد ما بقى
جه هنا مصر ودوته حتى في اول البرنامج. فبس اتكلم عن الموضوع ده فيه. هو في الثمانينيات كنت انا لسه ببتدي بقى خالص، وحبيت ان انا ابدا بافلام تسجيليه عن الحضاره المصريه القديمه يعني. وعملت فيلم اسمه ستيبس اون ووتر، وصورت الفيلم وعملته وخلاص. وبعدين عمر الشريف عرفت انه جه القاهره لاول مره من 20 سنه، اول مره كان يجي. فانا كنت في مرحله المونتاج، فقلت طب ما عمر الشريف ده حاجه كويسه قوي، ما الواحد اروح اقول له تعالى يعني اعمل الناريشن فرحت قابلته وقلت له انا فلان وبعمل كذا او عملت كذا وعايزك تيجي يعني تعمل الحكايه دي. فقال لي طب هتصور؟ قلت له يا ريت تتصور. قال لي اوكي انا جاهز. امتى؟ قلت له بكره. الساعه كام؟ 8 الصبح. قلت له في يعني كده بالظبط الحكايه يعني. الساعه 8 الصبح كان او 7:30 كان عمر شريف ده قاعد في اللوكيشن، وانا رحت 9 يعني حاجه تكسف. هو قاعد واتصور وعمل الفيلم، وعمل معايا فيلمين بعد كده تسجيليين ايضا كانوا موجودين في سفارات مصر في الخارج. وبعدين هو سالني قال لي انت ايه يعني عندك مشاريع روائيه يعني؟ قلت له انا عندي من احلامي يعني قصه قصيره لنجيب محفوظ اسمها ايوب. ايه ايوب دي؟ قلت له كذا 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 كذا. قال لي انا معاك في الفعل. وقد كان يعني عملنا الفيلم، كان المفروض هننتجه احنا، وبعدين كان في بقى في التلفزيون المصري رجل شعلة من النشاط والحركة وشاطر جدا اسمه ممدوح الليثي. فممدوح الليثي قرا في الجرايد ان عمر الشريف قال انا هعمل الفيلم ده مع فلان. فهو راح مكلم نجيب محفوظ قال له هاني لاشين ده مشتري القصه منك؟ قال له لا. قال له طب 5 دقايق هكون عندك نمضي العقد. وراح اشترى القصه، ولقيته بيكلمني بيقول لي هتعمل الفيلم معانا؟ قلت له معاك وايه؟ انا اللي هعمل فيلم. قال لي انت مشتري القصه؟ قلت له لا. قال لي القصه بتاعتي فانت هتشتغل عندي. كان شاطر جدا طبعا. عمر الشريف السؤال بتاع الاستاذ يحيى طبعا هو ازاي يعني بيتعامل ازاي او كان ازاي؟ هو من حكايه انه الساعه 7:30 كان قاعد في اللوكيشن. هي ده مفتاح شخصيته ومفتاح نجاحه والعالميه اللي وصل لها، لانه محترف. كلمه الاحتراف دي كلمه هامه جدا. محترف يعني عارف حدوده فين ودوره ايه في العمليه الكبيره دي كلها، ودور المخرج ايه. يعني هو ما عمره ما جه وانا صغير جدا بقى يعني وما حدش عارفني ولا حاجه، عمره ما جه اعترض على اي حاجه انا بعملها. بل بالعكس مره في انترفيو فواقفين كده وبقول له عمر مش عارف كذا، فطلع صحفي اسمه نبيل اسمر كتب كان بيكتب كده في الجورنال فقال بيهزقني انا ايها المخرج مش عارف الناشئ بتاع ازاي تقول عمر الشريف ما تقولش الاستاذ. فهو عمر بقى بعد في انترفيو تاني رد ما بيردش عليه بس بيوجه له الحكايه. قال له اذا كان حد هنقول له يا استاذ فهو المخرج ده اللي نقول له يا استاذ، انما هو ما يقوليش كده. فهو عالميته هي انضباطه ومعرفته بالاحتراف. ووصوله في العالميه يعني مثلا حكى لي مره حكايه مع ديفيد لين. ديفيد لين طبعا اول شغله في الافلام العالميه يعني اعتقد في دكتور زيفاجو،
وعنده شوت كده مشهد في محطة القطر، وهو قاعد جوه القطر والقطر ماشي وفي ست شايلة عيل هيمد ايده ياخدها يشدها جوه العربية، والكاميرا محطوطة وراه وديفيد لين ده قاعد وراه، واكشن ومد ايده وشد الست ومش عارف ايه، فاتزحلقت من ايده نزلت تحت العجل. فبيقول لي انا انهيار، والاسعاف جت وشالوا جثه ومش يعني اتفرجت فقال انهيار، وقلت بقى هيقولوا فركش ونمشي. فلقيت ديفيد لين ده بعد البتاع حط البايب كده وبيسال المساعد بتاعه، قال له نيكست شوت. قال لي انا كنت عايز اقتله عايز اقتله. قال له هي يعني دي احنا محترفين، احنا بنشتغل، ودي حادثه يعني زي واحد مات زي واحد مش عارف ايه زي. فهو اتعلم الحدود فين، وعشان كده كان يعني اسال واحد موجود في اللوكيشن هو هذا النجم العالمي. سؤال لحضرتك بخصوص التعاون حضرتك مع الاستاذ شادي الفخراني. حضرتك بتدعو الشباب، يعني كثير، شريف عرفه كان قبل كده، ساندرا نشأت، كثير من الناس. هل تجربه شادي الفخراني مع حضرتك اتجاه جديد برؤيتك ان الشباب قادر على تقديم دراما مغايره عن الدراما القديمه؟ زي ما قلت كده قبل كده انه يعني انا كنت محتاج الحقيقه حد يشتغل بتكنيك سينمائي، لان الشاشه بقت اتغيرت. وشادي مش انا اللي تقريبا رشحته، يعني اللي رشحه كان عبد الرحيم كمال، وحتى استغربت لاختيارهم. يعني الخواجه عبد القادر عمل، انا لما شادي جه اول مره قال لي، قلت له انت متاكد انك عايز تعمل ده؟ قال لي هو ده، لو انا هعمل ده. فانا تخيلت انه يعني قلت له شادي ده انت تعمله بعد 20 سنه، لانه عمل ثقيل جدا وفي الصوفيه ده انا لقيته حتى حاطط حاجات يعني انا حكيت له على جده اللي هو ابويا انا الله يرحمه، حاجات كده هو خدها استعملها في المسلسل. وهو بابا الله يرحمه ما كانش بيقول انا صوفي، لكن كان بيتعامل بنفس الاحساس. فلقيته عامل حاجات منها مثلا يعني مش فاكر المشاهد بالظبط، بس لقيت حاجات من اللي انا حكيتها هو خد منها بالظبط. حاجه رائعه اللي طالع الكربونه ايوه يعني شادي اسمعني لا اتفضل. يعني المخرج له رؤيه، وكلمه له رؤيه دي احط تحت 100 خط، لانه هو شايف الحكايه ازاي. لان اي حدث احنا كلنا بنشوفه، يعني احنا ممكن نسمع مثلا ألف ليلة وليلة في الراديو، فسامعين بقى الأميرة نزلت تعوم في البحيرة وحطت هدومها مش عارف على الشط، وجاء طائر الرخ راح نازل واخد الهدوم وماشي. أنا وأنا بحكي الحدوتة دي دلوقتي كل واحد فينا شافها يعني أخرجها، يعني جاب ممثلينها، يعني عمل كل حاجة فيها. فأصبح كل واحد بيشوف الحدث المسموع ده برؤيته. هنا المخرج بقى الحدث هو هيشوفه ازاي، المخرج صاحب الرؤية. فمثلا في شوطين 3 محطوطين في التريلر اللي اتعمل عن الأستاذ يحيى بتوع شادي. أنا شايف إنهم يعني خدوني أنا شخصيا، يعني إزاي هو قدر يوريني حالة الشخصية، إن أنا شايف البطل في الحيرة وفي الصوفية اللي هو فيها دي، شايفه من ظهره يعني، وأداة التعبير مش الوش كمان،
لا ده اداه التعبير المكان وحركه الكاميرا ووضع الممثل وبعدين بروح له ازاي. يعني حكايه لغه السينما واستخدام الادوات عند شادي الفخراني يعني طازجه طول الوقت وتعبر عن الموقف طول الوقت. هي في حاجتين يعني هضيف بقى الحاجه لانه ايه يعني انا برضه محترف زي كده الله يرحمه الاستاذ الكبير عمر شريف يعني ما دام شادي المخرج انا ما عارف حدود ايه. لكن في حاجتين الحقيقه قلت له يعني انت متاكد يا شادي ده؟ يعني منها الممثله مثلا يعني هو مكتوب انها جميله الجميله فلقيته جايب ممثله انا ما شفتهاش قبل كده اسمها سلافه بن عمار سوريه حلوه بس جمالها لان حسيت ان هي هو مكتوب انها جميله جدا في مصر جمالها خاص برضه يعني انها تبقى زي ده. تاني حاجه الموسيقى لقيته مرشح عمر خيرت فقلت له عمر ده خواجه فهو بعت مقاطع اللي هو اللي هيعمل المزيكا وهيعمل ففعلا لقيت عمر خيرت اختلاته لقيته بيقول لي خلتني اسمع المشهد. سؤال هو السؤال بصراحة عن فيلم خرج ولم يعد. هذا الفيلم كلما أراه لا أمل منه تقريبا بيوافقني الرأي ناس كتير جدا. إيه سر الحالة اللي حصلت في الفيلم ده خلته فعلا خالد كان موجود وموجود وهيعيش لسنين طويلة جاية وحاليا مفيش أفلام من النوع ده بنفتقدها. شكرا. والله ما مش معروف ايه هي بس هو احنا في حاجه مشتركه انا وده العظم المرحومين فريد شوقي ومحمد خالد ان احنا الثلاثه بنحب الاكل. فعلا ظاهر والله فعلا الفكره مش عارف مين شادي ولا طارق اللي هو كان طفل بتشوف كمبيوتر رباط اظن طارق اللي طلع على التوالمام على الشاشه في الكمبيوتر رباط. فهو كمان في حاله في هو الفيلم ده اتعمل بطريقه غريبه جدا. هو بعته لي محمد خالد الله يرحمه روايه صغيره كده اسمها بادز اوف ماي براعم الربيع انجليزي فقريتها انا قلت له يا محمد الروايه حلوه جدا بس ده ما ينفعش. اولا احنا ما عندناش جابي ضرايب بيروح المكان ياخد الضرايب السيستم ده مش موجود. لكن في واحد ممكن في مؤلف ممكن لو وافق يمصر الروايه دي ويعملها هيبقى شيء هايل جدا. وهو مش موجود في مصر كان هو مستشار الدراما في تلفزيون قطر عاصم توفيق فبعتها له. جالنا بعد 3 أسابيع بالظبط بالسيناريو واتعمل كما هو ابطو حتى الحركه بتاعت ان لما باجي اكل افتح بقي فتلاقي سليمه دي مكتوب. كان يعني كاتب شاطر جدا وحس الموضوع وعمله حلو قوي. ومحمد كمان الحقيقه هايل هايل وعنده برضه مساحه كده زي شادي اللي بيحب الممثل قوي ويسيبه. يعني انا فاكر ايه يعني كان في مشهد المفروض ان انا جاي بقى بعد عمر طويل جدا وميرفت امين اختي الكبيره فقاعد بقول لها يعني انا وانت عملت كذا وكذا 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 المفروض الكاميرا الناحيه دي كده. وبعدين لقيتني ايه في اول المشهد بتكلم كده وبعدين رحت ملتفت لها ومكمل الموضوع كله بقى فايق بس.
فتنبهت ان الكاميرا هنا بعد ما كملت قلت له معلش انا اسف انا نهايه تاني قال لي لازم هات الكاميرا بقى نعمل قطعه هنا عظيم. في نهاية اللقاء بتاعنا بشكر الفنان القدير الجميل يحيى الفخراني. تحية كبيرة للدكتور يحيى الفخراني مع زغروطة مصرية. نفس الزغروطة لمدام إلهام شاهين. تحية خاصة للمخرج الكبير والقدير والجميل هاني لاشين. تحية خاصة للإعلامية المتميزة المتألقة دوما رشا سليمان. وبالطبع تحية كبيرة جدا للمخرج الواعد ومخرج المستقبل شادي الفخراني. احنا مش دافعين لأي حد بيزغرط. لازم يكون تقليد في المهرجانات. ما بقول كده، ده تقليد بالفطرة لأن الناس دي بتحبكم من قلبهم بالفطرة. أشكركم جدا ونلتقي بكرة في حفل ختام المهرجان في نيو جيرسي في جامعة ميدل 6 الساعة 6:30. برجاء اختار الآخرين، برجاء دعوة الآخرين، ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله. شكرا.